لو انت لسه امتحان الدراسات بتاعك لسه ما جاش، اعتبر الفيديو ده انقاذ ليك كده ورساله ليك من ربنا عشان تلحق تلم الماده في اقل وقت ممكن. جايه النهارده اقول لكم لو انتم ما تعرفوش اي حاجه في منهج الدراسات، جغرافيا او تاريخ، او انت ضعيف اصلا في الماده وعايز تلحق تلمها بسرعه كده ليله الامتحان زي ما احنا متعودين، فهقول لكم تعملوا ايه وازاي تلموها قبل الامتحان بساعات قليله جدا، حتى لو ما تعرفش فيها اي حاجه او لو انت مذاكر بس ضعيف في جزء معين فيها. تابعوا معايا الفيديو، بس اهم حاجه عايزاكم تحطوا لايك للفيديو عشان تشجعوني، ان انا بجد بجد بتعب في الفيديوهات دي جدا، مش بلاقي منكم لايكات ولا تشجيع حتى في الكومنتات. فعايزاكم تنزلوا تشجعوني في الكومنتات وتحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، عشان عايز نوصل 20,000 وبس كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه بقى انا هبدا بالجغرافيا، هبدا معاكم جزء جزء وهقول لكم بالظبط تعملوا ايه وازاي تذاكروها، عشان الناس اللي بتيجي تقولي في الكومنتات انا مش عارفه اذاكر الخرايط ومش بعرف احل عليها ومش عارفه ان انا اذاكر الاقاليم المناخيه اللي عامله مشكله لناس كتير. فانا هقول لكم تعملوا ايه بالظبط. اول حاجه يا جماعه، انا هنا بقول لكم ان احنا هنجيب كل حاجه تخص الماده. هتجيبوا معاكم المفكره والكشكول اللي هتذاكروا فيه، اقلامكم وستيكي نوتس والالوان والماركر، كل حاجه تحتاجوها تخلوها جنبنا كده، بحيث ان احنا ما تكونش في حاجه مثلا نقوم كل شويه نروح نجيبها ونقعد طبعا على المكتب ونذاكر. طبعا تقعدوا على المكتب او في اي مكان انتوا حابينه، ليكوا حريه الاختيار طبعا، بس اهم حاجه تكون كل حاجه جنبنا، المفكره وكتاب الامتحانات والاسئله، كل حاجه تخص الماده تكون معانا. اول حاجه بقى هتعملوها ان انتوا هتبصوا كده على الماده من الفهرس اللي بيكون ورا ده، وتشوفوا كده احنا طبعا عندنا 4 وحدات، ونبدا ان احنا نشوف اكتر وحده انا مش عارفاها. ده لو انا اصلا مذاكره الماده طول السنه، بروح الدروس كلها بتاعتي وبذاكر وعارفه المنهج والماده بتتكلم عن ايه، بس انا عندي وحده معينه انا مثلا مش بعرف ان انا اذاكرها، وليكن مثلا الوحده الاولى، الوحده الرابعه، ايا كان. فانتوا بتبصوا كده في الكتاب، بتفروا وتشوفوا اكتر وحده انتوا كنتوا حاسين ان انتوا ملخبطين فيها، او اسئلتكم الفتره اللي فاتت لما كنتوا بتحلوا كنتوا بتغلطوا اكتر حاجه في الوحده دي. فدي الوحده اللي انا هبدا بيها مذاكرتي النهارده. طبعا ما عنديش وقت ان انا اضيعه في اي حاجه تانية، يعني الوحده خلاص اللي انا عارفه ان انا مذاكراها وتمام، مش هضيع وقت فيها بقى واقعد ازيد واعيد فيها. لا، دي انا هقول لكم هتراجعوها ازاي برده بطريقه سريعه، بحيث ان احنا ما نضيعش الوقت ونخلي وقتنا كله وتركيزنا كله على الحاجات اللي احنا ضعيفين فيها او مش عارفين فيها اي حاجه. ده لو انتوا يا جماعه اصلا بتذاكروا، لكن لو في ناس بقى لسه مش بتذاكر اي حاجه، ده انا هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي. بس خلينا كده ماشيين واحده واحده. طبعا اول حاجه الخريطه، الناس اللي بتقعد تقولي ازاي اذاكر الخريطه، يا جماعه الخريطه بتتذاكر بان احنا بنقرا المكتوب، وطبعا بنحدد، ولو تعرفوا ان انتوا ترسموها ارسموها بالورقه وبالقلم، وبنبدا ان احنا نذاكر منها. طبعا كتاب الامتحان جاي معاه الخريطه الكبيره، هوريها لكم دلوقتي، وطبعا تذاكروا منها يا جماعه لان هي مهمه جدا جدا جدا. لما كل حاجه في المنهج حرفيا بتاع الجغرافيا فكويسه جدا وذاكروا منها، يعني احنا اصلا على ايامنا ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانش بتيجي مع الكتاب، بس دي حاجه كويسه جدا ليكم، فانتوا ذاكروا منها وهتفرق معاكم جدا. عايزه اقول لكم بقى، انا دي طريقتي في مذاكره الجغرافيا، وطلعت لكم النهارده في الفيديو ده تجربتي كامله في مذاكره الدراسات، لان انا كنت بحبها جدا جدا في ثالثه اعدادي بالذات، وكنت حافظاها كلها جغرافيا او تاريخ، فبجد كنت بحب الماده دي جدا وكانت اكتر ماده انا بذاكرها. طبعا الجغرافيا يا جماعه بتتذاكر من الكتاب، مش هنقعد بقى ان احنا نكتب او كده. لو تعرفوا ترسموها ارسموها، انا هنا كنت بقول لكم لو تعرفوا ترسموها ارسموها بحيث ان احنا نحفظ، لكن بنبقى حافظين بقى الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، وشمالا بيكون ايه وشرقا وجنوبا والحاجات دي كلها اقعدوا احفظوها. بعد ما تخلصوا مذاكرتها يا جماعه، الاسئله اللي بتكون ورا الكتاب ورا الدرس، اللي هي الخرائط دي كلها، لو انتوا مش حلينها حلوها دلوقتي. لو انتوا لسه ما حلتوش الخرائط دي كلها حلوها، لان لازم تكونوا حالين خرائط كتير جدا جدا قبل ما تخشوا الامتحان. انا كنت بقول لكم برده ان الكتاب التاني بتاع الامتحانات فيه اسئله خرائط كتير، لازم تكونوا حالين الاسئله دي كلها. لو انتوا لسه عندكم مشكله في الخرائط وما بتعرفوش تحلوها صح تمام، يبقى انتوا مشكلتكم كده بالنسبه لجزء الخرائط في الجغرافيا الحل الكتير تمام. لازم تحلوا كتير، وطبعا الاسئله كلها هتلاقوا فيها خرائط زي دي كده، اقعدوا حلوها لحد ما تتاكدوا ان انتوا تمام فيها. بعد كده بعد ما بتخلصوا درس بيكون فيه كده اهم نقاط الدرس او ملخص سريع للدرس برضو، بصوا عليه بصه سريعه، لان بجد بيكون لامم كل حاجه في الدرس كده. لو بصيتوا عليه هتسترجعوا المعلومات كلها لو انتوا اصلا مذاكرين، بس محتاجين تفكروا نفسكم بالمنهج كده. مجرد ما بتبصوا بتسترجعوا كده النقاط بتاعه الدرس كلها. نيجي بقى هنا للجزء ده اللي بيكون فيه حفظ حفظ حفظ. الحفظ يا جماعه بصوا دراسات هي معظمها حفظ وفهم، يعني هي مش بس حفظ لوحدها او فهم لوحدها، لا الاثنين، وفي بالذات يعني اجزاء معينه كده في المنهج بتاعكم اصلا محتاج ان انتوا تكونوا حافظينه كويس جدا جدا، وخصوصا بتكون المعارك اللي بتكون في التاريخ والغزوات والحاجات. لا انتوا ما عندكوش غزوات، المعارك والحاجات اللي في التاريخ دي، التواريخ والحاجات دي، انا هقول لكم تعملوها ازاي تحفظوها ازاي. نيجي بقى دلوقتي للجزء بتاع الخريطه اللي انا بقول لكم عليه ده. عايزه اقول لكم والله والله الخريطه كبيره وواضحه ومبينه كل حاجه، وعندكم بقى الجبال، السهول، الهضاب، المحيطات، كل حاجه، الحاجات اللي بتلخبطوا فيها كلها لو ذاكرتوها من دي والله بجد هتفرق معاكم جدا. فكل الناس اكيد اللي معاها كتاب الامتحان معاها الجزء ده.
بجد كويسه جدا جدا. انا مش عارفه الاختراع ده ليه ما كانوش عاملينه على ايامنا، بجد حلوه وشكلها كده اصلا يفتح النفس للمذاكره، واضحه وكل حاجه مكتوبه فيها بخط واضح وكبير وباين. فبصراحه هي حلوه جدا جدا، كنت بوريكم كل جزء فيها اهي. طلعوها النهارده بقى لو انتوا لسه امتحانكم بكره، وذاكروا منها ان شاء الله باذن الله هتفرق معاكم جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، لو انتوا اصلا ما تعرفوش اي حاجه عن المنهج ده بقى، بالنسبه للناس اللي هي بتراجع كده مراجعه سريعه وهي اصلا مذاكره المنهج، بس في ناس اصلا ما تعرفش يعني ايه دراسات، ان لسه الناس ما تعرفش يعني ايه المنهج اصلا بيتكلم عن ايه او كده. فطبعا انتوا حلكم بقى في ان انتوا هتذاكروا من اليوتيوب. هقول لكم طبعا على فيديوهات حلوه جدا تراجعوا منها. عايزه اقول لكم لو انتوا فعلا ما تعرفوش اي حاجه، ما تبصوش في الكتاب وتضيعوا الوقت، لان انتوا مش هتفهموا حاجه حرفيا. المنهج كتير وكبير ومحتاج ان انتوا تكونوا عارفين حتى لو معلومات بسيطه. بس لو ما تعرفوش اي حاجه خالص، فاليوتيوب هو اللي هينقذكم وهيساعدكم. هنا بقى انا كنت بوريكم التاريخ، بس الاول هوقف وتعالوا اوريكم الاول الفيديو اللي هتشوفوه بالنسبه للجغرافيا. طبعا انا في كل المواد منزله لكم فيديوهات وبقول لكم تشوفوا ايه، وبسيب لكم اللينكات في اول كومنت. هنا الفيديو ده شرح الجغرافيا بالكامل في ساعتين وربع تقريبا، فشوفوا الفيديو ده كويس. وفي الشرح كامل للمنهج كله، وطبعا في زيه فيديو تاني للتاريخ هوريهولكم، وفي طبعا فيديو للحل. فالفيديوهات دي كويسه يا جماعه، شوفوها. لو انتم ما تعرفوش اي حاجه سيبوا الفيديو شغال وسرعوا زي ما انا بعمله كده، واسمع الشرح كامل للمنهج كله. عايزه اقول لكم والله والله بجد الفيديوهات دي كويسه، وبتطلعوا منها لمين حتى المنهج بنسبه 90%، بس من الحل وكده هتلموه. عايزه اقول لكم يا جماعه ركزوا، لان ماده الدراسات الاسئله بتاعتها ما بتجيش مباشره وسهله زي ما انتم متوقعين مثلا الاسئله هتيجي سهله وكده. مش بخوفكم والله، بس انا بقول لكم الحقيقه عشان بس محدش يتصدم او كده. الاسئله معظمها بتيجي مش مباشره، ومحتاجه تفكير، ومحتاجه ربط احداث بالذات في التاريخ، وبيربطوا الحاجات ببعض وكده. ومحتاجه منكم طبعا ان انتوا تكونوا مذاكرين وعارفين كل جزء في المنهج. فالحقوا نفسكم، لو انتوا لسه مش مذاكرينها شوفوا يوتيوب، يا اما لو انتوا مذاكرين راجعوا من الكتاب زي ما انا قلت لكم. وطبعا هقول لكم دلوقتي بالنسبه للتاريخ تراجعوه ازاي، لان انا بالنسبه لي التاريخ ده يتذاكر على ان هو حكايه وبنحكي الاحداث. وطبعا اهم حاجه التكرار، التكرار في مذاكره التاريخ ده اصلا بالذات محتاج يا جماعه تكرار، لان هو بيتنسى وبيتبخر. محتاج طبعا ورقه وقلم ونشرح كده كأن في حد قدامنا ونذاكر له. على فكره الماده دي حلوه جدا، انا بحب التاريخ اكتر من الجغرافيا بكتير، وبفضل جدا مذاكره التاريخ لان هي بحسها حدوته او حكايه احداث كده بنعرفها. وبجد هي حلوه، بس اوحش حاجه فيها بس التواريخ اللي بتتحفظ كتير دي. لكن غير كده هي ماده حلوه، وبحسها ان هي حكايه وبنعرف الاحداث ونربطها ببعض وكده. فعايزاكم يا جماعه تراجعوا كل جزء في التاريخ، مهم جدا جدا. التاريخ ممكن يكون تقيل شويه بالنسبه لناس كتير، بس والله انا بحس ان هو اسهل من الجغرافيا كمان. مش عارفه انتوا زيي ولا ايه، اكتبوا لي كده في التعليقات، قولوا لي انتوا بتحبوا جغرافيا اكتر ولا التاريخ. فعايزه اقول لكم يا جماعه ذاكروها بالورقه وبالقلم، ان شاء الله هتثبت معاكم لو عملتوا الطريقه دي. بعد كده بقى عايزه اقول لكم ان الكتاب طبعا بيبقى فيه ورا كل درس كده اهم النقاط بتاعه الدرس برضو تذاكروها. عايزه اقول لكم بقى الاسئله اللي موجوده في كتاب الامتحان اللي هو بتاع الاسئله وكده، على كل واحده جايب كل اسئله بما تفسر، كل اسئله دلل، كل اسئله من هو اللي هو مين الشخص ده. وبتبداوا تكتبوا كل واحد واعماله ايه. وحلو يا جماعه اسئله كتير، امتحانات كتير. عايزه اقول لكم الاجابات كلها موجوده ورا، فحلو صححوا لنفسكم طول ما انتوا قاعدين دلوقتي من هنا لحد وقت الامتحان الصبح. اقعدوا حلو كتير كتير، ما تضيعوش الوقت في اي حاجه تانية. حلوا اسئله كتير. طبعا برضو الجزء الكبير ده اللي هو كان فيه الخريطه زي ما وريته لكم، في برضو اهم الاحداث واهم الشخصيات وكل حاجه ملخص لكم كده التاريخ برضو، فبصوا عليه بصه. يا جماعه بجد ركزوا الوقت ده ما تضيعوش في اي حاجه تانية، عشان انا عن تجربه بقول لكم ان دايما امتحان الدراسات بيبقى تقيل شويه، وفي ناس كتير قوي بتطلع منه زعلانه. فعشان كده بقول لكم ركزوا من دلوقتي عشان ما تطلعوش متضايقين او كده. فيديو بقى التاريخ طبعا للناس برضو اللي مش لامين التاريخ او مش عارفين في اي حاجه يدخلوا يشوفوا الفيديو. طبعا زي ما قلت لكم سايبه لكم اللينكات دي في اول كومنت، ادخلوا واسمعوا الفيديو، وان شاء الله تطلعوا منه يعني مظبطين كده التاريخ. وبعد كده يبقى فاضل لكم انتوا الحل، تقعدوا تحلوا كتير كتير. اقفلوا يا جماعه التليفون خالص النهارده، ما تقعدوش تضيعوا وقت في اي حاجه. واقعدوا حلوا كتير كتير كتير. عايزه اقول لكم بقى ان احنا ممكن نرمي كل ده ونعتمد بس على المفكره، ملناش دعوه بقى بالكتاب ولا باي حاجه، نعتمد بس على المفكره دي نرجع منها، لان هي لما حرفيا كل حاجه فيها اهم المخططات والجداول وما المقصود وكل حاجه حرفيا، اهم الخرايط، كل حاجه انتوا محتاجينها موجوده في المفكره ديت.
فدي لما المنهج كله حرفيا لو ذاكرتوها ودخلتوا الامتحان ان شاء الله باذن الله تعرفوا تحلوا. بس طبعا اهم حاجه تتدربوا على كام محافظه وتحلوا اسئله كده قبل ما تخشوا عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي كده. وحتى لما تخشوا وانتوا حالين بيبقى في فرق كده ان احنا داخلين واحنا حالين مطمنين شويه، غير لما نكون داخلين واحنا مش عارفين اي حاجه خالص. فيها طبعا كل حاجه وشامله كل حاجه، فالناس اللي بتاخدها وتركنها اصلا ما بتبصش فيها، فانتوا فايتكم كتير جدا لان هي ملخصه لكم كل حاجه. زي ما تكونوا كده انتوا جبتوا المنهج بتاعكم وعاملين له ملخص او تلخيص. عايزاكم كلكم تيجوا تطمنوني بعد امتحان الدراسات هنا، هستناكم كلكم تيجوا تقولوا لي عملتوا ايه في الامتحان وكان سهل ولا لا. وبس كده كان الفيديو النهارده. عايزاكم بقى كلكم تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات بنيه ان ربنا يوفقنا كلنا ويكرمنا في الامتحانات ونطلع منها مبسوطين. ودعوه حلوه كده ليكم ولغيركم. ما تنسوش اللايك وتشتركوا لو انتوا لسه مش مشتركين لحد دلوقتي، مستنيين ايه؟ اشتركوا يلا بسرعه. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي.